مرحبا بكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. إليكم التفاصيل. أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أزمور تحت إشراف النيابة العامة المختصة طبيبا داخليا بالمستشفى العمومي بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مقابل تسليم شهادة طبية لأحد المرتفقين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل النيابة العامة ببلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد تقدم به مواطن كشف فيه عن تعرضه لطلب رشوة من قبل الطبيب مقابل الحصول على شهادة طبية. وعلى إثر هذا التبليغ تم التنسيق بين السلطات القضائية والفرقة الأمنية المختصة، حيث جرى إعداد كمين محكم أفضى إلى ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، متلبسا بتسلم المبلغ المالي موضوع الشبهة. وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد حيثيات القضية والمسؤوليات المترتبة عنها. شكرا لكم على حسن المتابعة.